كاينين بزاف ديال الطرق اللي معروفة أنها مسكونة بالجن، وكاين قصص كثيرة على ناس تعرضوا لمواقف مرعبة في هذه الطرقات، يا إما كيشوفوا حوايج غريبة ولا كيلقاو راسهم وجها لوجه مع كيانات غريبة ومرعبة. وهذا الشيء بالضبط هو اللي وقع مع البطل ديال قصتنا اليوم. سمعوا القصة للأخير باش تعرفوا كامل التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو كما تعودنا ذكروا الله وصلوا على النبي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يلا نبداو على بركة الله. كيقول صاحب القصة: في ذاك الوقت كانت في عمري 28 عام، مزوج وعندي 2 ديال الوليدات. كنت خدام حر ديال راسي بالطوموبيل ديالي اللي كانت من نوع بيكاب، اولا كما كنقولوا بالدارجه ديالنا بيكوب، مجهزه بجميع الادوات. كنت خدام في مهنه اصلاح العجلات ديال السيارات والكاميونات والرمايك، وكنت كنربح مزيان حيت الخدمه كانت مطلوبه بزاف. النمره ديالي كانت منتشره بين السائقين ديال الشاحنات. في واحد النهار مع 10 ديال الليل جاني اتصال غريب. الصوت كان مقطع بزز باش كيتسمع، كيقول لي: خويا واش تقدر تجي تعاوني؟ راني واحد في الطريق غير الخلا والدنيا كلها ظلام وما كاين حتى شي واحد اللي نطلب منه المساعده. جاوبته وقلت ليه: ماشي مشكل، غادي نجي عندك بالرغم من انني بعيد عليك بشي 2 ساعات تقريبا. وبينما كنت كنوجد راسي باش نخرج، رجع عاود صونا عليا باش ياكد عليا، وكان كيهضر بحال الا كيطلبني، وقال لي: الله يخليك، ما عندي حتى شي واحد يعاونني، وحاط الامل ديالي في الله وفيك، انت الوحيد اللي تقدر تعاوني، حتى التليفون شويه وغادي يطفى وما عنديش باش نشارجيه. فذاك اللحظه حسيت بالمسؤوليه وقلت ليه: ما تخافش، غادي نعتبرك بحال الوالد ديالي وغادي نجي عندك دابا. وفعلا ركبت في الطوموبيل وشديت الطريق. من بعد شي ساعه تقريبا وصلت لمفترق الطرق، وكان خاصني نمشي مع الطريق اللي على اليسار. مع الوقت بديت كنلاحظ ان الطريق محفره شويه والريح كان مجهد. صراحه بدا كيتنادم معايا الحال، ولكن شنو غندير، هذه هي خدمتي وهذا هو رزقي. من بعد تقريبا 2 سوايع ديال السوقان وصلت، شفت كاميو بيض واقف جنب الطريق وشعل فيه ضوء خفيف. وقفت طوموبيلتي، ولكن طرا لي ما كانش متوقع. السيد نزل كيجري لعندي وبدا كيعنقني وكيبوسني من وجهي بحال شي واحد شاف ولدو اللي كان تالف من سنين. بقى كيقول لي: عمرني ننسى خيرك. كان فرحان بزاف والفرحه باينه في الوجه ديالو. قلت ليه: ماشي مشكله عمي، دابا نصلح لك المشكل وتكمل طريقك باذن الله. بديت كنجبد في الماتيريال ديالي باش نبدا نخدم على الرويضه. وانا خدام وقعت واحد الحاجه اللي ما مفهوماش. الضوء اللي كنضوي به بدا كيطفى ويشعل غير بوحدو، وكل مره كنمشي نشوف مالو كنلقاه خدام عادي. هادشي بدا كيخلعني، بديت كنحس شي حاجه ماشي طبيعيه، ولكن ما ركزتش بزاف. من بعد وقعت اول اشاره اللي خلاتني نحس بلا حميت تبورش عليا. سمعت صوت ديال دري صغير بحال الا كيبكي، ولكن الصوت كان غريب ماشي طبيعي. الصوت كيعطيك احساس بالخوف بلا سبب. تلفت عند السيد وقلت ليه: السي محمد، واش معك شي حد، شي وليد في الكاميو؟ جاوبني وكيبان عليه التوتر وكيشوف في كل الاتجاهات. لا راه انا بوحدي، ما كاين حتى حد. وسمعنا الصوت المره الثانيه واضح اكثر. قلت ليه: ياك ما خليتي الراديو شاعل؟ قال لي: لا انا ما مخدمش الراديو، غير كمل خدمتك بالزربه، الله يرحم لك الوالدين. رجعت نكمل خدمتي، ولكن الضوء اللي حاطو بدا كيطفى ويشعل عاوتاني. قلت ليه: عافاك، سير زعزع داك السلوكه ديال هاد البوله، راه بدا كيطفى ويشعل عاوتاني. المهم مشى بدا كيحرك في داك السلوكه، ولكن والو، الضوء ما خدامش. رجعت انا كنحاول نشعلو، والو، الضوء طافي. وهذا الشيء قلقني بزاف، حيت البلاصه اللي واقف فيها الكاميو كانت مظلمه بزاف وما فيها حتى بوطو ديال الضوء. عاوتاني سمعنا نفس الصوت ديال الدري، ولكن هاد المره كان مشهد. الصوت جاي من حدا الكاميو مباشره. قلت ليه: عمي، راه كاين شي ولد هنا، واش ما كتسمع والو؟ من بعد هو يشعل الضوء بوحدو
ولكن الراجل زاد خاف وقال لي الله يرحم لك الوالدين ولدي، غير كمل خدمتك بالزربه، خلينا نمشيو من هنا، راه هاد البلاصه فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. سولته شنو واقع، جاوبني بنبره كلها رعب. من 4 ديال العشيه وانا واحد هنا، وهاد البلاصه غريبه. جا واحد السيد مسكين بالطوموبيل هو اللي عطاني النمره ديالك، كون ما جيتيش كنت غادي نحماق. قلت لي علاش؟ قال لي غير وقفت هنا وقبل ما تطيح الظلمه بديت كنسمع الصوت ديال الحجر كيترمى على الكاميو، وانا كنت غير بوحدي، ما كان حتى واحد. كنت كنحاول نقنع راسي باللي غير اوهام، ولكن تاكدت ملي تضرب الباربريز حجره كبيره حتى تهرس قدام عينيا، وهنا بديت كنتخلع ديال بصح. من بعد سمعت صوت ديال دراري صغار كيلعبوا، نزلت نشوف ومشيت حتى اللور ديال الكاميو وشفت 2 دراري صغار شكلهم غريب معلقين في الكاميو من اللور. بديت كنغوت عليهم، شكون نتوما وشنو اللي جابكم لهنا؟ الغريب في الامر ان هاد البلاصه ما فيها لا دوار لا ناس لا والو. فجاه سمعت صوت مرأة مور ظهري، ولكن صوتها ما كانش عادي، صوتها بحال الصوت ديال شي افعى. فاش درت شفت واحد الخليقه، اعوذ بالله، وجهها ماشي وجه انسان، وملامحها بحال الافعى، عينيها فمها حتى الجلد ديالها غريب وكيخلع. السيد بدا كيحلف باللي هادشي اللي وقع معاه بصح، وشافها جرى هادوك الدراري وغاديه بهم للجهه الاخرى ديال الطريق جهه الخلا. قال لي شفتها بعينيا مشات في داك الاتجاه وما كاين والو تما، غير الخلا والقفار، لا دوار لا ناس لا والو. منين كمل هضرته يدي بدات كترعد، قلت في نفسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدا الخوف كيتسلل لقلبي. وحنا كنهضروا شويه تحرك واحد الريح على غفله في البلاصه اللي كنا واقفين فيها فقط، ولكن الريح ماشي عاديه، حسيت بحال الا شي دراري صغار كيدوروا بيا بشكل سريع. رجعت نكمل خدمتي، ولكن ما بقى لي عقل، حسيت براسي ماشي هو هذاك. قلت في نفسي خليني نكمل بالزربه، ناخذ رزقي ونمشي في حالي لداري عند مراتي وولادي. وداك الشيء اللي كان. تخلصت من السيد ولاحظت انه عطاني فلوس زايده. قلت ليه راك عطيتيني فلوس زايده عمي؟ جاوبني خذ رزقك، راه انت عتقتيني اليوم، الله يرحم لك الوالدين وتستاهل. الغريب في الامر غير خلصني وديما راه وزاد، مشى بلا ما يتسناني حتى نجمع الماتريال ديالي اللي كانوا باقين مرميين في الارض. ولكن قلت ماشي مشكل، مسكين راه عطاني اجره مضاعفه، وعاذروا لان المواقف اللي تعرض ليها راه ماشي سهله. الخوف يخليك تصرف بدون وعي. من بعد ما جمعت كل شيء بديت نحس بشي حد كيدور حدايا، والحميد تشوك عليا. ركبت في الطوموبيل بالزربه وزدت في حالي. المشكل هو انني ما نقدرش ندير دومي تور ونرجع، خاصني نكمل في نفس الاتجاه حتى نلقى شي رونبوان عاد نغير الاتجاه ديالي. شفت في الساعه لقيتها قربات 2 ديال الليل، تعطلت بزاف. مهم بقيت غادي حتى لقيت واحد الرونبوان وانا نقلب الدار. وانا راجع في طريقي لاحظت ان الطوموبيل فيها شي حاجه غريبه، حسيت بها ثقيله بحال الا شي حد شادها من اللور. من بعد ويات كسيري على غفله، ليسانس بدا كينقص بالزربه بلا سبب، وانا سايق شفت في المرايه وبان لي خيال ديال شي واحد جالس اللور. قلبي تخطف، تعودت بالله من الشيطان الرجيم وتلفت بالزربه. ما لقيت حتى شي واحد، ولكن حاس بشي حاجه ماشي هي هذيك. حسيت بالبروده طالعه معايا والحميم بورش عليا. بغيت نعاود نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الصوت مشى ليا من شده الخوف. شويه الضواو ديال الطوموبيل طفاو كاملين، وحتى المؤشرات ديال السرعه والوقود ما بقاوش خدامين. وسط داك الظلام فجاه انشعلوا الضواو القدام، وشفت قدامي دري صغير وبلا شعور ضربته لدرجه حسيت بعظامه كتهرس تحت الرويض بحال الا طلعت فوق شي دودان كبير. هز الطوموبيل ونزلها، هبطت من الطوموبيل مخلوع وانا كنغوت ناري منين خرج ليا هذا عاوتاني. مشكله هذه، ومشى لي من بالي ان هذا الشيء ممكن يكون من افعال الجن. ولكن المفاجاه ما لقيت حتى اثر للدري، لا دم لا جثه لا والو. الحاجه الوحيده اللي كانت كتدل على انني ضربت شي حاجه هي البارشوك ديال الطوموبيل اللي كان مهرس، والضوء اللي في الجنب طافي ومهرس. وسط هذا الرعب حسيت بصدري تزير عليا، وليت كنحس بالخنقه، كنت نفس بصعوبه كبيره. شويه حسيت بريح سخون ضربني لوجهي، حسيت بعينيا كيتحرقوا،
غمضت عيني بزز ومشيت للطوموبيل، جبت قرعة ديال الماء، غسلت وجهي وشربت، وكنقول مع راسي شنو هادشي اللي كيوقع معايا. من بعد ما فتحت عيني تصدمت بواحد المنظر اللي كيفشل الركابي. لقيت قدامي ناس غراب يديهم طوال واللون ديال البشرة ديالهم في شكل، واقفين في وسط الطريق، وكنت كنسمع حتى الصوت ديال البكا بحال الا انا في وسط شي كنازة. الصوت داير بيا من كل جهة، الشعر ديال راسي حسيت بيه وقف. بديت كنقول اش داني نخرج من داري، كنت مكمش حدا وليداتي ومراتي، اش داني نخرج في هاد الليل الناقص. بقيت كنفرك عيني وكنحاول نشوف مزيان، وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى من الركابي ما بقاوش هازين. بغيت نطلع الطوموبيل ولكن ما قدرتش، كنحس براسي مشلول من شدة الرعب. كانوا واقفين قدامي بحال الاصنام، ساكتين كيشوفوا فيا بنظرات مرعبة. بقيت كنذكر الله في نفسي والحمد لله قدرت نتحرك، وبزز طلعت للطوموبيل. ديماريت وبدا الموتور كيترعد بحال الا فاشل، وركت على الاكسيلاتور وانا مغمض عيني، باغي غير نخرج من هاد الطريق الملعونة اللي ما عندهاش نهاية. ولكن الطوموبيل ما بغاتش تتحرك، بحال الا شي واحد كيجرها من اللور. قلبي كيضرب ودماغي تالف. بقيت كنقول ونكرر بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة غبروا من قدامي داك الناس ولا ما نعرفش من داك العجب، والطوموبيل تطلقات على غفلة، والحمد لله قدرت نتحكم فيها. وانا سايق شفت ضوء بعيد، قلت مع راسي هذا الضوء غادي يكون غير ديال شي ستاسيون. ودورت الفولون جيت الضوء وبقيت غادي في اتجاهه. واخا كان قرار فيه مجازفة كبيرة، ولكن الموقف اللي كنت فيه كنت تحل الارض، كنت خشيت فيها. مهم غير نهرب من هاد البلاصة الملعونة. واللي خلاني نتاخذ هاد القرار هو انني كنت مقبل على واحد الفراج، وقلت نختصر الطريق ندخل في وسط البيست باش نتفادى هاد المنطقة ونخرج في ذاك الضوء نيشان. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد. وانا غادي بسرعة وبلا وعي، فاش قربت لمصدر الضوء دخلت في شي حاجة بحال شي كدية، حتى تهزات الطوموبيل وتخبطات مع الارض. واخر حاجة عقلت عليها هي راسي تضرب مع الفولون وتقلبات بيا الطوموبيل. فاش حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار، نيفي كان مهرس ومقصح شويه في رجلي، ولكن الحمد لله ما وقعت لي حتى شي حاجه اللي خايبه. من بعد عيطت على مراتي باش نعلمها، وجات عندي للسبيطار. كانت مخلوعه بزاف، ولكن طمنتها وقلت لها ما تخافيش راني بخير. المهم دوزت داك النهار في السبيطار وخرجت، واول حاجه درت هي ديت طوموبيلتي تصلح باش نرجع لخدمتي، لانها هي مصدر الرزق ديالي. فعلا دازت واحد المدة اللي قصيرة، الطوموبيل تصلحات ورجعت لخدمتي، لأن ما كانوش فيها شي خسائر كبيرة والحمد لله. ولكن من بعد الحادث حياتي تبدلات، وليت عايش ديما في رعب بسبب الكوابيس. أول ليلة ليا في داري من بعد ما خرجت من السبيطار، شفت داك الدري اللي ضربته بالطوموبيل، ولكن الملامح ديالو ما كانوش واضحين، عينيه كانوا كحلين كاملين. كنت كنسمع صوت في ودني كيقول لي انت ضربتي ولدنا، كان غير كلام، ولكن راه باقي حي، واذا مات غادي ناخدو ولادك قدام عينيك، وما غاديش نوقفو غير في ولادك، راه عائلتك كلها سلالتك كاع اللي من دمك غادي نمحيوهم من الوجود. كان الصوت كيتعاود بحال الصدى. حنا ماشي واحد، حنا آلاف، وغادي ناخدو ليك اللي عزيز عليك، وما غادي نخليو ليك حتى واحد. كان حلم، ولكن الإحساس بداك الشي كان حقيقي أكثر من الواقع. ضربتني الفيقة وأنا كنغوت بالجهد بلا ما نحس، وكل كنت راعد وعرقان. حتى فيقت مراتي وهي ما فاهمة والو، وكتقول لي مالك شنو واقع. جاوبتها وأنا كنت راعد حلمت حلمة خايبة بزاف، داكشي بحال إلا بصح. وعاودت ليها على داكشي اللي شفت في الحلم، وقالت لي خاصك تمشي عند شي راقي. فعلا في الصباح مشيت عند واحد الراقي، هضرت معاه قرا عليا وما وقع ليا والو، وقال لي حاول تقرا القرآن بشكل مستمر وحافظ على الأذكار، ودائما كن على وضوء وإن شاء الله ربي يحميك. قلت الحمد لله راه ما طرا والو، غير حلمة ودازت، وحسيت براحة نفسية. رجعت للدار توضيت صليت 2 ركعات وهزيت المصحف وبقيت كنقرا، وقلت إن شاء الله نتغلب على هادشي. ولكن اللي ما كنتش عارفه هو أن الموضوع كبير بزاف. أنا ماشي غير حلمت، أنا آذيت واحد من الجن ومن نوع خاص، يمكن قتلت ليهم ولدهم وهما ما غاديش يبعدوا عليا
بهذه السهولة. في الليلة الثانية وانا كنحاول نعس حسيت بشي حد كيقيسني بحال الا شي واحد كيفيقني. فتحت عيني لقيت مراتي عاطيني بالظهر. قلت لها مالكي علاش ما نعستيش؟ جاوبتني بصوت بارد ما جانيش النعاس وبغيت نهضر معاك. ضحكت شويه وقلت لها ارجعي نعسي غدا ان شاء الله ونهضروا، راك عارفه عندي خدمه في الصباح بكري. ومديت يدي باش نقيسها في ظهرها بلطف، لكن فاش دارت عندي ما كانتش مراتي، كانت وحده كلها كحله ملامحها كيخلعوا، فمها محلول لواحد درجه مستحيل يقد بنادم يحل فمو لذاك المستوى، راه بحال شي فرس النهر، وعينيها كلها كحله. قالت لي بصوت كيخلع انت اديتي ولدنا وما غاديش نسمحوا ليك ابدا. دم برد في عروقي وبديت كنغوت، كنحاول نرجع للور وكنقرا المعوذات وكنتعوذ من الشيطان الرجيم، حتى غبرات من قدامي وهي كتضحك بصوت مرعب. نط جلست والحميم بورش عليا، ومراتي لقيتها ما كايناش حدايا، كانت مشات تشرب في الكوزينه، سمعتني وجات كتجري. قالت لي مالك كتغوت شنو كاين ياك لاباس؟ قلت لها ما عرفتش غير حلمت حلمه خايبه وصافي. في الصباح مشيت عند شيخ معروف بالرقيه الشرعيه، حكيت ليه الموقف اللي طرا ليا في داك الليله المشؤومه والجنيه اللي كتجي عندي كل ليله وكتهددني. قرا عليا وجبته معايا للدار، قرا القران وقال لي ما كاين والو، امور ديالكم بخير والحمد لله. وقال لي اذا كنتي درتي لهم شي حاجه راه بدون قصد، ربي معاك، غير حافظ على صلاتك وقراءه القران مع الحفاظ على الاذكار. وقال لي قبل ما تنعس ضروري تقرا المعوذات وايه الكرسي باش يبعدوا منك. ودرت بالنصيحه ديال الراقي في داك الليله، والحمد لله نعست مزيان ومرتاح. ولكن قبل صلاه الفجر بساعه سمعت ولدي كيغوت كيقول لي جات عندي مرا بغات تاخذني، مرا كحله وعينيها كحلين ومعها دري صغير كان وجهه مضروب. ملي قال لي هاد الشيء هدأته وجات ماما بقات جالسه معاه. فجأة جاتني مكالمة في التليفون من خويا كيسول عليا وكان خايف ومخلوع، ما عرفتش على الصورة. المهم بدا كيهضر معايا وقال لي راني حلمت بواحد المرأة قالت لي خوك غادي ننتقم منه. قول لي يا خويا اش درتي؟ عاود لي داكشي اللي طرا ليا وقال لي غير رد البال راسك اخويا وحافظ على صلاتك والاذكار وان شاء الله ما يكون غير خير. صافي هو يقطع. الغريب في الامر انه طول الوقت ديال المكالمه كنت كنحس بشي واحد شاد ليا في حوايجي، كان كيسحب لي في الاول، بنتي الصغيره هي اللي شاده فيا. مديت يدي ويدي مشات في الخوا، ولكن حوايجي تجروا. درت لقيت دري وجهه كان مضروب وكان غريب وكيخلع. المهم نفس الوصف اللي قال لي ولدي تماما، وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يغبر من قدامي فرمشة عين. قلت مع راسي وقيلا غير كنتخايل بحكم تراكم الاحداث المرعبه. من بعد هذا الموقف بديت كنشوف بحال شي خيالات كيمشيو ويجيو في الدار، بقيت كنطلق القرآن في الدار ديما والأمور تقريبا رجعات عادية لمدة أسبوع. ولكن من بعد هذا الأسبوع في واحد الليلة كنت ناعس، فجأة جسمي تهز، فتحت عيني لقيت مرا واقفة فوق مني وكانت كتقول لي الولد ما ماتش باقي حي وكيعاني، وما حد لو كيتألم وكيعاني غادي نجي نألم واحد منكم. حاولت نهضر ولا نقرا شي حاجة من القرآن ولكن كانت كتخنقني، بديت كنتركل وحسيت بروحي غادا تخرج. كانت كتقول لي انا كون بغيت نقتلك كون قتلتك، حتى حاجه ما تقدر تمنعني. شويه وهي تغبر من قدامي بحال الا عمرها ما كانت. وفي النهار الثاني كنت قدام المرايه وشفت طبايع كحلين في عنقي بحال الا شي واحد ضربني. ولات الامور واضحه بزاف وواقعيه، ماشي مجرد احلام وكوابيس، داكشي كان ملموس. واحد الليله بديت ولدي نعس لبيتو، اختو كانت ناعسه ودخلتو حتى هو. قلت ليه شوف انت كبير والراجل ديال الدار ما كاين لاش تخاف. من بعد ما حطيته فوق الناموسيه بغيت نمشي، هو يعيط ليا. قلت ليه نعم. قال لي هذاك الدري الصغير اللي عينيه كحلين واقف حدا الباب. قلت ليه فين هو؟ قال لي راه هو قدامك. بالطبع في هذه اللحظه ما كنت كنشوف والو، ولكن حسيت بحراره وحسيت بشي حاجه كتقيسني في ظهري. بقيت واقف وكلي كنترعد. من بعد طحت غيبت، شفت بحال الحلم، شفت داك المراه عاوتاني واقفه عليا وكان داك الشيء حقيقي. قالت لي الولد ولا بخير ولكن ما غاديش نخليكم ابدا. من بعد فقت كنلقى مرتي كترش عليا الماء وكتفيقني. المهم هاد الاحداث ولات كتوقع لي كل نهار، كنقرا القران كندير كل ما في جهدي والو. الاهم هو عائلتي بعدوا عليهم، ما بقاوش كيشوفوهم، انا بوحدي اللي كنت كنشوفهم. ولاو كيوقعوا معايا حوايج قمه الرعب. تخيلوا معايا كنكون جالس في الدار ولا ناعس حتى كنسمع الطوموبيل ديمارات بوحدها بلا سبب، وفاش كنخرج نشوف شكون اللي ديماراها
ما كنلقى حتى شي واحد. هاد الشي ولا كيوقع معايا بشكل متكرر، لذلك قررت نبيعها. من بعد مدة قصيرة لقيت الشاري، لكن النهار اللي بغيت نبيعها للسيد اللي تفاهمت معاه تفاجأت بأثر ديال دري صغير، بحال شي دري صغير رجليه فيهم الغيس وطلع فوق الطوموبيل وخلاها كلها موسخة. مهم زربت عليها مسحتها من داكشي باش نمشي نعطي للسيد الطوموبيل وناخذ فلوسي. من بعد ما بعت الطوموبيل رجعت للدار، كان طاح الظلام ولا وقت متأخر. شفت دري واقف قدام الباب، في الاول يسحب لي ولدي، طول ديالو بحال ولدي، غير قربت ليه هو يدخل للدار كيجري. قلت مع راسي غيكون غير ولدي باغي يضحك معايا، ولكن فاش فتحت الباب لقيته قدامي. دري ما كنعرفوش، شكله غريب وكيخلع وكيهضر معايا وكيقول لي ماما، وكان كيشير بيدو. فاش شفت في الاتجاه اللي كان كيشير ليه لقيت مرا واقفه في الجرده وقالت لي ياك ما يسحب لي كيلا بعتي الطوموبيل غادي تهنى منا، راك غلط، انا تابعك حياتك كلها. وضحكات ضحكه كتزرع الرعب في النفس وغبرات. عقلي بغى يحبس، ما بقيت فاهم والو. كنقرا القران ومحافظ على صلاتي، ولكن ما بغاتش هاد المصيبه تبعد مني. صحيح انها ما بقاتش كتاذيني، ولكن كنكون بخير حتى كتخرج لي على غفله. كانت معيشاني حياه كلها رعب. لقيت راسي خاصني نتاقلم مع الوضع ونحاول نضبط نفسي ما نبقاش نتخلع منه. فعلا مع الوقت بدا الخوف كينقص، وليت كنوقف وكنشوف فيهم بلا ما نخاف كيف ديما، ولكن ما كرهتش نعيش حياه طبيعيه. لهذا قررت نعاود نمشي عند واحد الراقي نصحوني به الناس. مشيت لعنده، بدا كيقرا عليا القران، ولكن هذا المره كانت الامور مختلفه، لانه ملي بدا كيقرا عليا بقيت كنغوت بلا ارادتي. قال لي مالك كتغوت؟ قلت ليه ماشي لخاطري، راني حسيت بألم في صدري، راه بحال العافيه شاعله ليا في صدري وبحال الا شي واحد كينغزني في قلبي. قلت ليه وقف القرايه حيت ما بقيت قادر نصبر. المهم كنت كنهضر معاه وبعض المرات كنحس بحال الا كنعس وكنعاود نفيق. واحد اللحظه قال لي شنو درتي؟ كيبان لي راك اذيتي شي واحد من الجن. قلت ليه واش عندك الوقت نحكي لك شنو طرالي؟ قال لي تفضل. حكيت ليه القصه كامله. قال لي نسولك؟ قلت ليه واخا. قال لي فاش كنت كنقرا عليك القران شنو كنتي كتقول لي؟ قلت ليه اللي عقلت عليه هو انني قلت لك حبس القرايه، ما بقيتش قادر نتحمل. قال لي هاد الهضره راه دازت عليها 3 السوايع تقريبا. هضرتي معايا بصوت دري صغير، شويه هضرت معايا مرة، وشي مرات كنتي كتهضر باصوات غليظه. اكتشفت انهم 2 رجال من الجن اللي كانوا كيشهدوا فيك باللي ضربتي دري صغير بالطوموبيل. زاد قال لي راك متبوع من اكثر من واحد منهم، وباللي هما ماشي في الجسد ديالك انما خارج الجسد. هما اللي بديت كنقرا عليك القران جاوا باش يعلموك بانهم ما غاديش يسمحوا ليك وغيبقاو تابعينك حياتك كلها. وقال لي ولكن ما تخافش، ما حدك كتحصن راسك ولدي ومحافظ على صلاتك، راه ما يقدروش يأذيوك. طبعا هادشي اللي وليت كندير، وليت كنقرا القران بزاف، كندعي الله يخلصني من هاد المشكله، وكنقول يا ربي اذا كانت هذه عقوبه منك بسبب شي ذنب فيا ربي اغفر لي ذنبي، واذا كان امتحان فلا تحملني ما لا طاقه لي به. وكانت هذه هي قصتنا اليوم، كنتمنى تنال إعجابكم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله.